كنت شغال في إيه قبل ما أحصل على المعادلة؟ ده سؤال حلو أوي، وخلّيني أقول لك ده من الحاجات اللي أنا على طول بانصح بيها الناس اللي هي جاية كندا جديد. ناس كتير بتبقى جاية كندا جديدة على سبيل المثال مهندسين، هو عايز يشتغل مهندس، بييجي يكتشف إن أنت ما ينفعش تشتغل مهندس غير لمّا تبقى professional engineer، وعشان تبقى professional engineer لازم تشتغل في مكان تحت إشراف مهندس محترف لمدة سنة على الأقل. طبعًا الrequirements دي اختلفت دلوقتي، لكن ده كان الفكرة. أنا اشتغلت إيه؟ اشتغلت في حاجة أنا كنت already شغال فيها كمهندس في مصر، بغض النظر عن المكتب بتاعي، لكن أنا كنت شغال في مكتب بتاع إدارة مشروعات، وكنا بنعمل cost management أو cost planning أو اللي هو تكاليف، حساب تكاليف، estimating، حاجات زي كده للمشاريع الكبيرة. فده كان مجال من المجالات الحلوة جدًا هنا، وده مش مطلوب تكون أنت مهندس إطلاقًا عشان تشتغله، ومجالات بالهبل بنفس الطريقة مش مطلوب تكون مهندس. بالحقيقة يعني المهندس أصلًا مش مطلوب غير للdesign فقط يعني، فأنت لو أنت مش بتاع design أنت ولا هتفيدك بأي حاجة خالص الprofessional engineering. يعني أنا أخدتها الحمد لله، بس مش بتساعدني أكتر من فكرة image أحسن كويسة طبعًا وأنا باترقى وحاجات زي كده بتساعد، لكن أنت مش مطلوب منك تكون مهندس عشان تشتغل في أغلب المجالات اللي هي في الmarket بتاعنا، من ضمنها الإشراف على التنفيذ، من ضمنها الdesign، حتى ممكن تشتغل design مش تخدم المهندس بس اللي بيختم، وحاجات زي كده تانية كتير. شكرًا لسؤالك، اكتب لي في الcomments لو عندكم أي أسئلة تانية، نشوفكم على خير، ما تنساش تعمل share الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.